3 2 1 اكشن. صباح الخير، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا تمام، يا رب تكونوا بخير. انا بحاول اطلع لايف من الصبح على كذا منصة، للاسف كلهم النت واقع والدنيا منيله بستنيله. فكويس ان ده جمع، ان عندي كلمتين عايز اقولهم لاصحابي، مش صحابي اللي على التيك توك. انا عايز اقول كلمتين لاصحابي على مدار السبع سنين اللي فاتوا. آه، يعني نبتدي كده من يعني ايه سنة 2019، سنة 2017. معلش استحملوني شوية. سنة 2017 حصلت لي مشكلة جامدة جدا في الشغل، ونتج عنها يعني ان انا سبت الشغل وانفصلت، اتفصلت عن الشغل، يعني اتفصلت. وبعدين كان في بقى قواضي ومحاكم ومش عارف ايه وحاجات كده. المهم نتج عنها ان انا قعدت سنتين في البيت ما بشتغلش، وبصرف من كل الفلوس اللي انا جمعتها في حياتي على مدار ال 40 سنه اللي فاتوا. وهنا مش بحكي عشان خاطر الفلوس، لا، انا بحكي عشان خاطر الصحاب. يعني قعدت سنتين في البيت من 2017 و 2019. كان عندي حوالي 4 5 اكونتات، كلهم 5000. يعني كان عندي بالميت 20,000 فريند على 10,000 متابعين، يعني على يعني ناس كتير. المهم جيت بعد سنتين لما زهقت بقى من قعدة البيت وحاولت اشتغل كذا شغلانة، ما جازتش معايا. كان عندي مشاريع وقفلتها وارض وبعتها وشقتين يعني كده. فقلت خلاص، انا ممثل من التسعينات، وقررت ان انا كنت معتزل سنة 2000، وقلت لا، انا هرجع امثل تاني. فرجعت في 2019 شهر 11. رجعت يا جماعة، قلت انا همثل وهرجع التمثيل تاني، وعايز اصحابي يدعموني. فكل فنان بيبقى عنده اكونت، لما بيجي يبتدي مشروع جديد فبيعمل له صفحة. انا عملت صفحة وسميتها خالد شو. لو كانت مرت على حد فيكم من 7 8 سنين، سميتها خالد شو، ونزلت على كل الاكونتات، وكنت مشترك في اكتر من 1000 جروب والاف الصفحات، وكلهم صحابي كلهم عارفين. قلت لهم يا جماعه، انا هعمل صفحه، الصفحه دي صفحه شغل، وارجو ان انتوا تدعموني. مش عايز حاجه منكم، انا عايزكم بس تعملوا لي لايك، يعني تعملوا لايك للصفحه. بعت دعوات لكل الناس. قلت يا جماعه اعملوا لي لايك علشان الصفحه تكبر، وعلشان خاطر اقدر احقق انتشار. مع ان محدش جه. اللي جم 800 واحد بالظبط على مدار شهرين 3. يعني انت متخيل نسبة 5% مثلا من صحابي اللي هم جم يدعموني في الصفحة بتاعت الفيسبوك اللي انا عملتها. قلت خلاص، ما استناش دعم من الصحاب، واتوكل على الله كده واعمل اول فيديو على الصفحة. عملت فيديو على الصفحة، نمت صحيت لقيت الفيديو جايب 3 مليون مشاهدة. قناة الحدث بتكلمني تستضيفني عشان الفيديو ترند. الصفحة بقت هوب 35,000. ناس ما اعرفهاش، مفيش حد من صحابي جه قال لي مبروك. كل اللي تقابله يقول لك انا متابعك، انا شايفك، انا ماشي. فدتني بايه؟ ولا حاجه، ولا ليك لازمه عندي. المهم لقيت شروط الفيسبوك صعبه في الربح، وكنت انا زي ما قلت لكم سايب الشغل بقالي سنتين، فكنت عايز اي دخل، لان المشاريع كلها خلاص وقفت. يعني الشركه بتاعتي قفلت، محل الشراكه كله، بعت ارض، بعت شقه، بعت كل حاجه. المهم بعد ما رجعت وقعدت في قناه الحدث، وبعدين قلت يا جماعه طب انا هرجع التمثيل تاني. فعملت اعلان. الحمد لله عملت اعلان. كنت طالع يوم عيد ميلادي 19/11 في استوديو شريف عرفة، في اعلان تليفونات معدي من ورا البطل من ورا بعيد. بس قلت مش مهم، دي بداية اول اعلان ليا، وكنت محتاج فلوس جدا، فاضطريت ان انا اقبل. وقلت عشان يعني اعمل علاقات واشوف الدنيا واشوف الناس، لان انا راجع من بعد 19 سنة. فانت بالنسبة لك الدنيا اتغيرت، الشوارع اتغيرت، المكاتب اتغيرت، صحابك اتغيروا، الناس اللي انت تعرفهم اصلا اتغيروا. بس عايز اقول لك قبل ما اخلص ان انا
في 2000 في 19 11 2020 يعني بعد مرور سنه واحده كنت بعمل اعلان في استوديو شريف عرفه في نفس المكان، وانا كنت البطل بتاع الاعلان. شغل سنه كامل حققته، اللي هو كان المفروض يتحقق في شهر. ماشي، بس انا عشان صحابي مش تمام، فاهم، محدش بيدعمني، فاتاخرت، فبقيت اخد الخطوه اللي اخدها في يوم اخدها في شهر، واللي اخدها في شهر اخدها في سنه. ماشي. جم بعد الناس قالوا لي اعمل قناه اليوتيوب هتدخل لك ربح وهتقدر ان انت تتعايش منه وتظبط دنيتك وحياتك وكده. قلت خلاص ماشي. اروح لمين؟ اروح لاصحابي. 5 اكونتات، 30,000 فريند، كان بيج عليه 35,000، الانست عليه 4000، يعني المجموع كله 50,000. يا جماعة أنا عملت قناة على اليوتيوب ودي هتكون دخل ليا، لو سمحت تعالوا اعملوا لايك عشان أوصل أحقق شروط اليوتيوب، 1000 مشترك و4000 ساعة. قعدت أرزع لايفات على مدار سنتين علشان أوصل ل1000 مشترك واحقق ال4000 ساعة بتوع اليوتيوب علشان ابتدي اعمل منهم دخل اصرف منه على نفسي. حلو. 70,000 فريند اللي عندي ما جوش منهم في مدار سنتين 1000. يا دوب حققت اول شرط من بتاع اليوتيوب. قلت ماشي مش مهم، انا كده كده ما بزعلش من صحابي، كل واحد عنده ظروف، فاهم. قعدت اشتغل على القناه لايف في لايف في لايف على مدار سنتين، لحد ما جيت عملت فيديو برضو، نمت صحيت لقيت الفيديو عامل 16 مليون. بس للاسف القناه ما اتفعلتش، لان انا معظم شغلي اللي بجيبه من صفحات تانية، يعني نزل لي اعلان على صفحه كلاينت فبيجيب لي الاعلان فبنزله، فاليوتيوب مش قابل لان ده محتوى معاد نشره. قعدت 3 سنين 4 سنين على اليوتيوب ما خدتش حاجه، لايفات، فيديوهات، حبشتكنات، ما خدتش اي حاجه ولا حققت الانتشار، لان انا معظم الناس اللي شغالين عندي او شغالين معايا في مجال التمثيل او الاعلان او اي حاجه تانية ما لهمش علاقه بالسوشيال ميديا. نادرة لما هتلاقي مخرج او ممثل او مؤلف او اي حد بيرد على الناس على الفيسبوك او بياخد حد بعت له مسج بيبص عليه او الكلام ده كله، فاهم. ودي من الغلطات اللي انا بقع فيها دايما على السوشيال ميديا، ان انا بخش اتعرف على كل الناس فيبقوا صحابي فياخدوا ارقام الواتساب بتاعتي، فالاقي كل اللي على ابلكيشن على الواتساب عندي. يا جماعه في ابلكيشن، في لايف، في دخل ليا، في انتشار ليا، في شغل ليا، لا 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 خلاص احنا بقينا اصحاب، فيا عمتين ابوكم كلكم انا مش عايز مش هرد على حد على الواتساب. ماشي، انا كده ماسك لساني، يعني انا مش عايز، انا بكلمك في حاجات من 2017. ماشي. الصفحه عليه 35، الانست عليه 4 5000، الفيسبوك عليه 30 او مش عارف 29 دلوقتي، القناه اليوتيوب عليها 42,000، فاهم، يعني المجموع كله بقى 100,000. جماعه اصحابي قالوا لي بص يا خلود انت حلك عشان تنتشر وتظبط شغلك، لان انت عامل شغل كتير جدا على مدار ال7 سنين اللي فاتوا بس مش متشاف، انت مش عارف تسوق لنفسك. قلت لهم اعمل ايه؟ قالوا لي خلاص شوف فلان وفلان وفلان، كلهم صحابي مشاهير على التيك توك، كلهم عندهم داعمين وعندهم فولورز كتير وعندهم مش عارف، وصحابي وحبايبي وبنتكلم في التليفون وبنتقابل في تصوير وبص واحضانه والدنيا حلوه وجميله وخلود ويا فنان يا كبير والدنيا وليك مستقبل وبكره هتبقى احسن. ماشي، هعمل صفحه على التيك توك يا جماعه واشوف الدنيا فين. عملت صفحه على التيك توك من 3 4 سنين، وبصراحه قصه ان انا اطلع لايف على التيك توك دي من كتر اللي بشوفه على التيك توك ما كانتش عجباني، يعني كل النماذج اللي انا مريت بيها في خلال ال3 سنين دول اللي شفتها ما عجبتنيش. قلت لا انا مش هعمل زي الناس دي، فاهم. وقال لك يا عم ده فنانين كبار بيطلعوا وهم اصلا مش محتاجين فلوس، بس هم محتاجين شهره، محتاجين انتشار، محتاجين الناس تتعرفوا، محتاجين يكونوا متواجدين، محتاجين يكونوا متنيلين. قلت ماشي يا جماعه خلاص. اكلم مين؟ اكلم صحابي 100,000، ده غير الجروبات اللي انا مشترك فيها وغير الصفحات وغير الكلام ده كله. من اسبوعين بعت لكل الناس، كل الناس، نزلت على اليوتيوب
نزلت على الاكونتات بتاعتي، نزلت على البيج بتاعي، نزلت على الانستا، بعت لهم على الجروبات، بعت لهم على الصفحات، كلمت اصحابي المشاهير اللي قاعدين طول الليل على لايفات وعمالين يتكلموا، اللي عنده مليون واللي عنده 160 الف واللي عنده 280 الف واللي عنده مش عارف ايه والكلام ده. قلت لهم يا جماعه انا هبتدي لايفات على التيك توك، فشوفوا ايه الدعم اللي انتوا تقدروا تقدموه لي وتعالوا قدموه لي. مبروك يا خلود وبتاع والدنيا حلوه وهنمشي وهنظبط وهنقول وهنعيد وهنزيد وهتيجي معانا وهنقعد ونعمل ونرتب طلعت اول لايف، بعت لكل الناس قبليها، محدش جه. جيت في اللايف بعت لكل الناس جوالات اللي انا اعرفهم، المشاهير اللي انا اعرفهم، محدش خد باله. لايف 2 3 جالي داعمين وجالي ناس، والاكونت بقى كان 1600 بقيت داخل في ال 5000. ناس ما اعرفهاش، ناس حابه بس اللي يعدي يقول لي انت شكلك مريح، انا والله انا بحبك، انا انبسطت بيك، انا كويس ان انت موجود، انا مش عارف ايه. ناس كل التشجيع والدعم اللي جاي من ناس ما اعرفهاش. طب ال 100,000 اللي انا اعرفهم فين؟ ولا ليهم اي 30 لازمه. الناس بتقعد مراقباك. يا حنان متشكر ليكي جدا، صباح الخير، صباح الفل يا ايمان، عامله ايه، اخبارك ايه، صباح الخير. الناس بتقعد مراقباك وتشوفك هتنجح، انت صاحبنا وبتاع وخالد اهو وبتاع، نسلم عليه ونتصل بيها نجمه مبروك ومش عارف ايه. مش هتنجح خلاص انت مالكش لازمه، فاهم؟ وده اللي بيحصل لي. اول يوم رمضان سنه 2019 لما نزل لي اعلان كسر الدنيا، 30 يوم رمضان وقعد 30 يوم بعديها، فاهم؟ كانت الناس بتكلمني وهم قاعدين، حبيب متشكر ليك يا نيمين، شكرا جدا، شكرا. كانوا بيبقى قاعدين في وسط اهاليهم ويجي الاعلان يقول لهم ده صاحبنا يا جدعان، وهم متصلين بيا، فما رضاش احرجه. ايه يا فنان عامل ايه، اخبارك ايه، اهلا ازيك حبيبي اخبارك ايه، لا ده انت حبيبي، ده انت اخويا، ده انت، ما رضاش احرجه قدام اهله، فاهم؟ مع ان هو اصلا انا بكلمه ان هو يجي يشير لي فيديو واحد من اعلاني او يعمل لايك للصفحه ولا اي حاجه، فاهم؟ بس انا ذوقيا مني ما برضاش احرجه قدام اهله وقدام صحابه، وبرد على اي تليفون بيجي لي من صحابي عشان ببقى عارف ان هو دلوقتي هو واقف بيتفشخر بيا قدام حد، فلازم ارد عليه. انا عارف وواثق وفعلا برد عليه. ايه يا خلود، انا قاعد وسط اصحابي، الاعلان بتاعك جه، المسلسل بتاعك جه، الفيلم بتاعك جه، وقلت لهم ده صاحبي وبتاع، وبكلم يا فنان حبيبي بالتوفيق ومش عارف ايه والكلام ده. ماشي، الف شكر يا باشا حبيبي، انت اخويا وبتاع والدنيا تمام، شكرا ليك وسلم لي على الناس اللي عندك والكلام ده كله. تعالى على ارض الواقع، فين الناس؟ مفيش. يا جماعه انا عملت صفحه على التيك توك، لو سمحت تعالوا اعملوا فولو بس يعني انا عايز ابقى صانع محتوى، فلازم يكون عندي 10,000 مثلا، فانا بقول لل 100,000 اللي عندي يا جماعه تعالوا اعملوا لايك فولو على الصفحه عندي بس. ما طلبتش منك فلوس، ما طلبتش منك تقضي معايا وقت على اللايف، ما طلبتش منك ان انت تعمل لايكات على كل فيديوهاتي وشغلي، ما طلبتش منك، انا بقول لك اللينك اهو، ادخل اعمل فولو بصبعك اللي عايز اقطعه ده. فانت برضو طب انت بتراقب بقى وقاعد وتتفرج ومروق، فاهم؟ ومستني بس ان انا بقى ايه لما اتشهر واغتني، وده هيحصل قريب لان انا ما حطيتش هدف في دماغي لما حققته على مدار ال7 سنين دول الحمد لله. هترجع تقول ايه بقى؟ يا خلود انت ما بتردش عليا على التليفون ليه؟ يا خلود انت مش عارف. هيحصل وهتيجوا انتوا اللي تطلبوا مني لايفات وهتطلبوا مني جولات وهتطلبوا مني ان انتوا تقعدوا معايا، وانا ساعتها مش هكون فاضلكم. ليه؟ لان انا بقالي 7 سنين بقول لكم يا جماعه انا 1 2 3 ومفيش حد في التمام. انا ما بزعلش. نرمين انت برج العقرب، فانا ما بزعلش. ليه؟ مش عشان بديهم اعذار، لا، علشان انا يوم ما اقعد مع منى الشاذلي او اسعاد يونس واحط رجل على رجل وتقول لي يا خالد في مين ليه فضل عليك، اقول لهم مفيش حد. كل اللي ليه فضل عليا ناس انا ما اعرفهاش. كل الناس اللي بتدعمني ناس انا ما اعرفهاش. كل الناس اللي بترشحني في شغل مجرد ان هم شافوا ليا بوست او شافوا ليا اعلان ما يعرفونيش، فاهم؟ دول ليهم عليا فضل. الناس اللي انا اعرفها اسف. نرمين عندك اصرار؟ طبعا، طبعا. انا لسه كنت بقول في اللايف اللي فات ان في نادي الجزيره كنت بعمل مسابقه شعر، يعني انا كنت موديل شعر اصلا في التسعينات،
وشفت احمد عز وعمرو مهدي ولؤي شوكت والناس دول كانوا بيعملوا عرض هزيل لشركه اسمها ديفلي كرييشن، وفي نفس المكان بعد سيزون واحد بس 4 شهور كنت بعرض ورا منهم. كان بيطلع لان هم كانوا التوب موديل اول في مصر، واحنا كنت توب موديل تاني في مصر، انا وامير كرارة ويوسف الشريف ورندا البحيري والناس دي كلها كانوا هم توب موديل، واحنا الصف الثاني الشباب كانوا هم اكبر مننا ب5 سنين مثلا، واحنا الصف الثاني. بعدها السيزون اللي وراه على طول كنت بعرض في نفس الشركه بتاع محمد الشريف وليد الشريف ديفلي كرييشن، كنت بعرض في نفس الشركه بعد سيزون واحد 4 شهور. يعني هم كانوا بيعرضوا صيفي، كنت انا بعرض بعدها خريفي على طول. فاهم؟ يا ايمي، يا ايمي انت صاحبه اول فيديو اصلا، انت اللي بلغتيني باول فيديو. بس انا بقول لك انا بنسبه 1% من صحابي، لو سمعتي اول لايف انا نسبه 1% من صحابي هم اللي بيدعموني. فاهمه؟ انت اللي يعني انا يعني صديقه عندي هي اللي عملت لي الصفحه، لان ما كنتش عارف اعمل صفحه اول ما دخلت الفيسبوك. فاهمه؟ انت قلت لي الحق في كذا كذا، فعملت الفيديو فطلعت ترند فرجعت تاني. فاهم؟ لا دول نسبه 1%. ياسر شوقي، ما هو ياسر شوقي نزل لي فيديو يا جماعه ادعموا خالد صاحبي وانا هدعمك وبتاع وكام. طب ما ده برضه من نسبه 1%. ما انا من 100,000 لما يجي لي منهم 800 دول ما كملوش 1% كمان. يا احمد يا شيخ حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ان شاء الله تكسر الدنيا حبيبي. حبيبي استنيتك اليوم اللي انت قبل ما تسافر فيه الامارات، ما اعرفش انت رجعت ولا لا. هكلمك بعد اللايف. ولاء صباح الفل يا ولاء، صباح الخير. فانا صحيت النهارده او امبارح بالظبط، امبارح دخلت لايف قعدت 3 ساعات، وبعدين زهقت يعني. بعت لكل الناس اللي اعرفها مفيش حد جه. اللي جولي طبعا يعني على راسي طبعا ال7 8 اللي بيجوا لي اللايف دول يعني على راسي، منهم 2 داعمين يعني بصراحه، يعني قايمين معايا بالواجب وزياده الحمد لله يعني. بس هي الفكره ان انت بتدور على اصحاب. فين يا جماعه؟ فين الناس اللي انا اعرفها؟ فين؟ عايز اعرف انا فين ال100,000 اللي انا اعرفهم، اللي انا اعرف منهم يعني اعرف منهم 10,000 واحد بالاسم. فاهم؟ انت مش عايزني انجح؟ لا هنجح عشان تبقى فاهم. زي ما نجحت على مدار ال7 سنين اللي فاتوا. عايز تشوفني مش لاقي اكل، مش لاقي اشتغل، مش تعبان عيان؟ لا مش هيحصل. عشان تبقى فاهم. لان انا من ساعه ما اتولدت وانا بطلع من شغلانه لشغلانه ومن مكان لمكان ومن بلد لبلد وبنجح وبرجع. مشكلتي بس ان انا ما بكملش طريق. وده خلاص كان وانا صغير، كنت شاب وطايش اخش مكان انجح هوب اعمل لي السبوبه سلام واقوم طاير في اي مكان تاني. فاهم؟ ايه مش عارف. بس خلاص دلوقتي الواحد ايه، انا كبرت. فاهم؟ وبقيت اكتر تركيزا، اكتر وعيا، اقل حركه. يعني انا ما بقتش اتحرك غير لما اعرف انا رايح فين وجاي منين وهعمل ايه، والكلام ده هيعود عليا بايه. ما بقتش زي الاول بقى. زمان اي حد صاحبي يكلمني يلا بينا شرم، يلا بينا غردقه، يلا بينا نطلع مش عارف ايه. لا بطلت الكلام ده كله خلاص. حد دلوقتي بيكلمني ان ما كانش عندك ظرف طارئ، يعني لو مش عطلان على طريق او تعبان اوديك مستشفى، انا ما بتحركش من البيت خالص نهائي. لو انت عطلان تكلمني في نص الليل هنزل لك، هقطرك، هجيب لك ميكانيكي، هقف معاك لحد ما هنقل لك حاجه تمام. عيان وتعبان وعايز تروح المستشفى ماشي كلمني. انما هتقولي بقى تعالى نخرج نقعد في كافيه، اصل تعالى مش عارف نروح حفله ايه، اصل تعالى فرح واحد صاحبي، بطلت انا الكلام ده كله. الكلام ده ما بقاش يلزمني دلوقتي، بقى صعب عليا ان انا اروح اعمله. لما كنتش نازل من بيتنا اعرف انا رايح فين وهعمل ايه وهيعود عليا بفايده بايه ونسبه الخسائر بالنسبه لي قد ايه، انا مش هتحرك من على الكرسي اللي انا قاعد عليه. قعدتي في البيت بالنسبه لي افيد كتير من ان انا انزل الشارع. فاهم؟ يا نرمين اصرارك هو اللي هيوصلك. الحمد لله بيوصلني، بس برضه دعوات الناس بتدعمني اكتر من اصراري. يعني حتى الوقت اللي لما اجي بيأس فيه واقعد مع نفسي كده زي امبارح واقعد افكر ويا جماعه ايه ده، انا ما وصلتش لحاجه. انا المفروض من 7 سنين على كل الشغل اللي انا اشتغلته دون ان انا اكون في حته تانية. فاهم؟ متاخر ليه؟ متاخر علشان ما حدش من صحابي بيدعمني، محدش بيشير لي فيديو يقول يا جماعه لو سمحت ده خالد صاحبي ممثل اتفرجوا عليه وقولوا رايكم، شيروا الفيديو عندكم. محدش من صحابي في الميديا بيقول لك يا خلود ده زي ما انا بعمل، يعني يقول لي يا خالد ده في اعلان في الحته الفلانيه ما تيجي ترشح نفسك، طب في مسلسل في الحته الفلانيه ما تيجي تنيل ترشح نفسك. يا عبد الله يعطيك على حسب نيتك حبيبي، تسلم. فاهم؟
يعني مع ان انا عملت اكتر من كده بكتير. يعني انا ساعات بيبقى يجي لي 3 4 اعلانات في اليوم، اقول لهم يا جماعه انا مشغول، انا هاخد اعلان واحد بس، وخدوا فلان وفلان وفلان، دول شبهي، دول انا واثق ان هم بيعرفوا يمثلوا، ودول انا واثق ان هم هيشرفوكوا ويشرفوني. وفعلا بيتصلوا بيهم ويتفقوا معاهم وبيروحوا يعملوا الاعلان وبيشتغلوا معاهم بعد كده اكتر مني. فانا بعمل كده ليه؟ لان انا جالي رزق زياده فبوزع على الناس. ايه المشكله؟ فاهم؟ انما ايه المشكله بقى عندك انت لما تبقى عارف ان في مكتب كاستنج عامل اوديشن لمسلسل من مسلسلات رمضان، وابقى قاعد معاك وتقول لي طب هستأذن انا عشان عندي مشوار، وبعد كده واحد يقول لي ده فلان كان قاعد معاك وراح الاوديشن. طب ما قلتليش ليه؟ ما احنا قاعدين. ما تقول لي تعالى معايا، ولو رسي الموضوع عليا ده رزق. ما هو كده كده اصلا لو رزقي في المسلسل دون وانت رحت وغيرك راح و10000 واحد راح وحصلت اكتر من مره، وانا نايم في بيتنا بيجي لي تليفون: استاذ خالد معلش احنا في مسلسل وطالبينك في مشهد كذا كذا، بلبس هدومي واروح من غير ما اروح اوديشن ومن غير ما اروح فيتنج ومن غير ما اروح اي حاجه. هو رزق مكتوب لي، وحصل اكتر من مره والله اكتر من مره في اعلان اللي بيبقى رايح يحصل له حادثه واللي بيبقى رايح يحصل له حاله وفاه واللي بيبقى ويكلموني، وانا مش بعتبرها ان انا نازل بديل، لا انا بعتبر ان ربنا عمل حاجه علشان ده رزق ليا وجاي لي دلوقتي. زي اعلان فاليو الساعه 1 بالليل بيكلموني: يا خلود الفجر محتاجينك عند دلوقتي. في اعلان جهاز السكر الساعه 1 الظهر يوم الجمعه بيكلموني في الصاله، ما ردتش قاموا باعتين لي مسج: وخلاص طلع يا خلود ساعتين بالظبط واقفين على سيكونز محتاجينك. رحت قعدت 3 دقايق والله، لبست ورحت مصر الجديده، شافوا اللبس، دخلت لبست قعدت عملت المشهد، خدت فلوسي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رزقي جاي لي وانا شوف، وانا في الصاله وانا في نايم وانا قاعد وانا مسافر وانا في هو رزقك هيجي لك وانا مقتنع بحاجه زي كده. فاهم؟ فانت بقى في نفسيتك حاجه تانية. والمجتمع اللي انا عايش فيه ده هو مجتمع الفنانين، ده مجتمع طبقي، مجتمع منافس، مجتمع ابن الذين. يعني مش عايز اقول لك انت بتحارب في ضغط نفسي يوميا صبح وليل صبح وليل. يعني انا قلت يا جماعه من اسبوع ان انا جاي لي مسلسل حلو وهمضي العقد وبعت البطاقه واتفقت عليهم ان انا همضي في العقد وخلاص الدنيا استسلمت. جالي 4 اعلانات في خلال الاسبوع اللي فات دول. اعتذرت عشان خاطر المسلسل، كل يوم يقولوا لي: استاذ خالد احنا بكره الساعه 6، استاذ خالد احنا بكره الساعه 4، استاذ خالد احنا مش عارف ايه. وفي الاخر ال4 اعلانات خلصوا وهم ما اتصلوش، وبعد كده اعرف ان في واحد دفع 5000 جنيه عشان ياخد المسلسل. طب انت يعني مش يعني انا رايح اخد فلوس، انت بتدفع فلوس عشان تمثل؟ انت عبيط؟ طب انت بتدفع فلوس عشان تمثل عشان انت معاك فلوس وبتعيش بيها، بس انا بقى بشتغل عشان اجيب فلوس عشان اعيش بيها. فانت يعني تدفع فلوس عشان تاخد رزق واحد تاني؟ ماشي، هنقول ان ده مش رزقي وان الحركه اللي حصلت دي عشان اعلم على ناس واعرف ده فلان ده بيحبني بيكرهني بيتنيل على عينه، اعرف ان ماليش نصيب في المسلسل دون، اعرف انك. طب وبعدين هفضل انا في ضغط نفسي وعصبي يوميا. انا بقيت عامل زي الراجل الارزقي اللي قاعد جايب الهيلتي وقاعد على الرصيف في ميدان التحرير ولا ميدان رمسيس ومستني حد يقول له ايه ما تيجي شغلانه، فاروح شغلانه الاقي معايا 20 واحد بيحاربوا عليها. احنا بقى في التمثيل مفيش كده، اللي يكلمك في شغلانه بص تلاقي 50 واحد ناطين فيها. ايه يا جماعه في ايه؟ وبعدين تيجي المكاتب لما يكلمك في او شركه انتاج تكلمك: خلود استاذ خالد معلش احنا عايزين هنعمل فكره معينه وهنعمل فيلم مسلسل كذا، هنعمل اي حاجه كذا وبتاع. فتقول له: طب انا اسف انا مش فاضي من يوم كذا ليوم كذا، عندي شغل تاني. فتبص يقفل معاك وهو ايه؟ ده خالد ده شغال يا عم في حد بيشتغل 3 ايام ورا بعض يا عم مش عارف. ابص الاقي الشغل الناس بتعتذر لي. طب انتوا يا جدعان ما انتوا في الشغلانه وعارفين ان في يوم بيجي لك والله في يوم بيجي لك فيه 3 اعلانات ومسلسل، وفي شهرين 3 4 5 انت قاعد في البيت. فاهم؟ يعني انا اخر حاجه عملتها كانت يوم 15 رمضان، وبعدين العيد قعدت العيد الكبير وفي سيزون بعد العيد الكبير عملت اعلانين وقاعد. فين الشغل يا جماعه؟ في 40 مسلسل نازلين في رمضان بتخاطب كل الناس، كل يقول لك ان شاء الله ده خلود حبيبي ده انت ممثل ده انت جميل والله ده انا بحب الشغل معاك ده حاضر عينيا ومش طب وبعدين لما انا كده لسه ممثل صغير. ويبقى انت لما تقعد بقى مع ممثل كبير من الناس اللي عملت شغل جامد ويجي يقول لك انا مش لاقي شغل،
لا طب انا ده لسه بادئ انا لسه بادئ ومش لاقي شغل، لسه بادئ مش عارف احط رجلي. بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش دعم جاي من الناس، مفيش حد بيدفعك يقول لك تعالى اعمل. مفيش حد بيقول لك تمام برافو احنا معاك مش عارف كده. قال لك انتوا عايزين ايه؟ فصحيت عندي اكتئاب بقى لما جيت امبارح ما لقيتش حد معايا في اللايف خالص، وقمت قافل ونايم. صحيت بقى قلت لا، لازم ارزع الكلمتين اللي جوايا عشان ابقى يعني رايق. حتى لو يعني لو التيك توك قفل، فاهم، لو السوشيال ميديا كلها ولعت، لو الناس كلها ما قابلتش حد ولا يلزموا، خلاص انا قلت الكلمتين اللي عندي. صباح الفل يا عبير يا عزم، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ صباح الهنا يا عبدو، نصيبك هيسيبك اكيد، ده حاجه انا متوقع منها يعني. يحيى صباح الفل، صباح الفل يا يحيى، اخبارك ايه يا باشا وعامل ايه؟ يا رب ما اكون عديت حد في خضم الكلام علشان ما يزعلش مني. نرمين ما حدش بيساعد حد خالص، والمشكله ان هو ممكن ما يساعدكش ولما يجيلك حاجه يقف لك فيها. دي يعني دي مش فاهمها يعني. انت مش هتساعدني خلاص اوكي. يعني انا لما طالب منك فلوس، ولا طالب منك دعم، ولا طالب منك ان انت تشير لي اي حاجه، ولا الكلام ده كله، فاهم؟ لما تجيلي حاجه بقى ما تقعدش بقى تقول بقى لا اصل ايه ده مش عارف ايه، ده عامل ده مسوي ده انت ايه الفكره يعني؟ يعني مش عايز اقول المثل اللي هو حرام اصلا يعني، فاهم ان انت لا بترحم ولا بتعمل مش عارف ايه، فاهم؟ لان ما حدش يقدر يمنع رحمه ربنا. يا ابو حميد رجعت واعمل حسابك هنتقابل بعد اللايف ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله مفيش مشاكل حبيبي. يا ايمي مفيش الكلام ده، لا فيه والله فيه. نرمين المصري محدش بيساعد حد حقيقه والله، وانا برجع للكومنتات تاني ليه كده. صباح الفل. عبدو، نحن مجتمع منافق، لازم تفهم وتتكلم على تتوكل على الله، تتوكل على الله ونفسك بس. ده اللي انا بعمله حقيقي، ان فعلا مش مجتمع منافق ولا حاجه، هو بس هو الناس مشغوله، وبعدين برضو عندهم عقليات او افكار مش تمام، وفي نفس الوقت توهان. انت عارف انت ايه؟ عايش في توهان، اللي هو انت مش عارف تعمل ايه وفين وازاي وامتى وبتعمل حاجه وقبل ما بتكملها بترجع تاني وبتبتدي في حاجه تانيه، فما بتكملش، فبترجع تروح في حته تانيه، فانت مش عارف تكمل المشوار للاخر عشان تعرف نتيجته ايه، حصيله اللي انت بتعمله ايه. بس صباح الفل، صباح الفل يا عبدو. الحسد اللي الله يبعد عنك ويبعد عنك الحسد، لا الحسد ده انا عايش فيه وبعرف اقول لك حاجه. انا بنام 16 ساعه في اليوم، تعبان همدان قرفان زهقان، كل حاجه. بكشف وبحلل دوريا، وباخد ادويه وباخد فيتامينات وباكل اكل صحي وبنزل العب رياضه والكلام ده كله، ومع ذلك هم ساعتين في اليوم تلاقينيش مسقط، مسقط نوم يعني صباح الفل. لا ما بلعبش مع حد ما بيتكلمش ولا صوره. مع السلامه، صباح الفل، مع السلامه حبيبي. بس يا عبدو، فصباح الفل، صباح الفل. همام عامل ايه يا باشا؟ اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله والله. فاللي معايا من اول لايف هيقدر الكلام اللي انا بقوله وهيفهم انا قصدي ايه بالظبط، واللي شغال معايا في المجال هيبقى عارف وواثق الدنيا ماشيه معايا ازاي في الشغلانه. همام منور الدنيا كلها حبيبي، تسلم والله يا مدولك حبيبي. معلش طالع عليك بس ابتعد عن الناس السلبيه. أنا الناس السلبيه لازقه في وشي يعني بص على كتافي يعني كانوا زمان في اللايفات يقولوا لي انت بنتفرج عليك عشان انت طاقه ايجابيه وبتاع، من كتر المحطوط فوق دماغي من الناس السلبيات انا خلاص بقيت سلبي زيهم. يعني واحد صاحبي عنده اكتئاب عامل لايف بيكئب الناس اللي حواليه، عايز اكتر من كده ايه؟ لا انا الحمد لله تمام، وهبقى تمام، وهفضل تمام. انا بتحدى اي حد، بتحدى اي حد في المجال، ان انا لو جات لي فرصه ما اثبتش فيها نفسي وهقعد ناس كتير في البيت، مش على التيك توك بس، لا لو جات لي مجال، لو جالي بس زي اللي انا عايزه في دماغي، والله العظيم لهوب اكتر من كده بكتير. ومش غرور بقى، لا ده تعتبرها بقى خبره، عمر راح في الشغلانه، رؤيه،
فاهم، في يعني حسن رؤية في مواضيع الناس وشخصياتهم وحكاويهم ودنيتهم. فيعني اعتبروها زي ما تعتبروها، بس انا هوصل وهعمل اللي في دماغي. وزي ما حققت حاجات قبل كده وحققت نجاحات قبل كده، برضه انا هحقق نجاح على التيك توك، وهرجع لليوتيوب وهكسر الدنيا على الفيسبوك، وهعمل نيله بقطران مزفت على دماغ كل اللي شغالين في المجال، اللي هم دلوقتي اصلا بيمشوني من اللوكيشنات. يعني انا بروح اقف قدام ممثل كبير بعد ما اقعد 10 12 ساعه جاهز، وبعد ما اقف قدامه يمشيني، لان هو واثق ان انا احسن منه، والمخرج عارف في المونيتور وهو قاعد بيتفرج ان فلان ده هياكل الجو من النجم ده، فمش هينفع اظهره في الحته دي، فيقوم محاسبني وممشيني. هرجع لك وهشغلك وهتبقى شغال ورا مني، مش انا اللي ابقى شغال ورا مني، وهتشوف ان شاء الله. يا سمايل متشكر لك على الفولو، شكرا يا حبيبي. يبدو انا ما قدرتش تبعد عنهم بالصراحه. الصراحه مش فاهم حاجه يا عبدو والله، مش هقدر اقول لك شيء والله. انا ما قدرتش تبعد عنهم، فالصراحه مش هقدر اقول لك شيء. ما هم للاسف بقى الشغلانه حاطه علينا كلنا. يا نونا صباح الفل، صباح الفل يا نونا، عامله ايه؟ اخبارك ايه في يومك الجميل؟ يا عبدو لازم تحتك مع الناس الايجابيين او طول ادور. ما فيش حد يا حبيبي عنده طاقه ايجابيه دلوقتي، الناس كلها ماشيه تتكلم في نفسها. اللي انا بحكيه لك ده هو واحد تاني هيجي يحكيه لي، وانت هتحكيه لواحد، وواحد تاني هيسمع منك وهيروح يقول لحد، والكلام كلنا ماشيين في دايره واحده، يعني ترس صغير في مكنه كبيره. فانت مش الترس الصغير ده مش هيغير المكنه الكبيره، فاهم؟ اما بقى اللي شاف ان بكره احسن والدنيا حلوه وده المستقبل، دول احنا بنقول عليهم ربنا يوفقهم بقى. يا همام ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب العالمين. تسلم يا همام حبيبي. اوعى الحته الهنتي، مبخره الهنتي اللي انا شاريها، والله بقالي كتير ما ولعتش بخور، وحاسس ان الدنيا مش ظابطه وانا تمام. انا متشكر لكم جدا ان انتوا سمعتوني في خلال اللايف الكئيب دون. بس هو كان لازم كلمتين، يا ريت صحابي والناس اللي يعرفوني والناس اللي عندي على الاكونتات وهشير لهم اللايف ده في كل مكان، عشان يعرفوا ان هم مالهمش لازمه، وان انا الناس اللي بتدعمني وبتحبني ناس ما تعرفنيش ولا ما اعرفهمش، وناس بيجوا من بره وناس بيجوا من بلاد تانية واقاليم تانية وحتت تانية ما تقابلوش بيا. وبس بفرح جدا لما حد يعدي يقول لي ده انا بحبك جدا، انا اول مره اشوفك، بس انا مش عارف مرتاح لك ليه. انا الكلام ده كله طبعا يعني بيسعدني جدا والله. لان بحس ان الناس اللي بتقول لي كده بتتعامل بفطرتها، اللي هو انت مش مستني مني حاجه وانا مش مستني منك حاجه، فانت لما تقول لي بحبك فانا يعني لازم احبك، يعني فاهم؟ ان شاء الله ربنا يوفقك يا عمي وحبيبي. تسلم يا عبدو. تمام يا نونا، في لحظه حلوه جايه ليك بس الصبر. والله انا صابر، انا لسه بتكلم الاولى، انا من التسعينات، يعني انا صابر من التسعينات. اصبر اكتر من كده ايه؟ دكتور ايه؟ سهودة صباح الخير يا عمو، صباح الفل. سهودة صح؟ انا بقول الاسم صح يا دكتور وخلاص يا دكتور، او اكتبي لي الاسم صح بالعربي. صباح الخير، انا الحمد لله تمام والله وكله تمام، ومتشكر لكم جدا. بقول لكم ان انتوا استحملتوني وعدتوني وقطعتوا من وقتكم علشان تسمعوني وكده. شهود ازيك يا شهود دي شهود، يا الانجليزي اتغير قوي عن زمان. صباح الفل يا دكتور شهود، اخبارك ايه؟ انا مش عمو قوي يعني كده يعني. يا علي يا ديب، صباح الفل صباح الفل، منور يا باشا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. شهد دلع شهوده، شهد دكتوره شهد، خلاص ما الدنيا سهله اهي، امال انتوا بتصعبوها علينا ليه؟ مش فاهم. زي اللي بيكتب لي كومنت مثلا بالفرانكو، يا عم ما انت انا لسه هقعد اشتهج بقى واقعد اقول واجيب خمسه واقول دي حاه وهجيب بقى المعجم الوسيط واقعد احلل لك الكلمتين اللي انت بتقولهم، ما تتكلم عادي يعني. وبعدين معلش انت لما بتيجي تقعد تكلمني انجليزي وما بتغلطش، انا ما بتكلمش. لما انا اجي اتكلم انجليزي معاك بتقعد تتريق عليا، مع ان انت لما بتتكلم عربي مكسر معفن ومنيل بستيني وما بتعرفش تكتب عربي اصلا، ما بقولش حاجه يعني، فمش فاهم الدنيا اتقلبت ليه. يا شاهد تسلم. متشكر يا جماعه لكل التكبيسات اهو 4200 الحمد لله، وشكرا ليكم. خلاص بالراحه شويه. لا ده انت ما جيتش اول اللايف بقى، ما بتكلمش عليك انت، انا بتكلم على انا مجمل الدنيا الحياه اللي احنا بنمر بيها. يا عبدو اسمع يا غالي، سمعت الخير يجيك من ناس ما تعرفهاش دايما والله.
حتى الدعوات بتيجي من ناس ما اعرفهاش. انا لو دخلت عديت قدام حد في اي سوبر ماركت او اي مول او اي انا بسمع دعواتهم. لو وقفت كلمت مع حد شويه بيقعد يدعي لي وانا ما اعرفوش اصلا. فالحمد لله. يا صح لسانك. ايوه انا بتكلم مع عبده سنين بقى. الشعر الابيض ده ما بيضش كده، ده بيض ورد. يعني انا حتى دايما لما بلاقي شباب واقفين او مثلا بيتكلموا او في مكان او قاعدين في شغل والكلام ده كله، بقى السمت العام دلوقتي ان انت عشان تبقى صايع تبقى بيئه. وانا بحاول افهمهم ان الصياعه مش ان انت تبقى بيئه. يعني الصياعه انا اكل واشرب واخرج واتفسح واسافر والبس والف هنا وهنا، دي صياعه، دي صياعه انا احبها، فاهم؟ انما ابقى بيئه بقى طول ما انا قاعد عمال اشتم ومش عارف ايه واسب والعن وهزق الناس اللي حواليا واتخانق واعمل مشاكل واروح اقسام واروح مستشفيات، لا انت كده بيئه. انت كده بيئه، انت ما تشرفش اي حد يقف معاك. انما تبقى صايع، نقف مع بعض، هنروح مع بعض نجيب لبس، هناكل، هنسافر، هنخرج، احنا بنصيع في اطار ان احنا مبسوطين، فاهم؟ انما تخش لي في سكه بقى نقعد بقى نهزر مع بعض بالايد، ده من صغر الكلام ده. نهزر مع بعض بالايد، نشتم بعض، انا الكلام ده كله خارج نطاق كده. انت دخلت في مرحله البيئه اللي هي ما تشرفش اي حد ومش هتوصلك لحاجه. يا عبدو بس في شيء قول. حسن دياب صباح الورد. صباح الفل يا ابو علي، عامل ايه يا حسن؟ حسين اخبارك ايه؟ معلش يا حسين صباح الفل. فانت شوف انت عايز توصل لايه واعمله. وهلا طبعا من الصبح انا ما شيرتش لحد، انا كنت طالع اقول الكلمتين دول وخلاص. تحياتي ليك من الاردن. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا حسين مع اهل الاردن. اهلا بيك يا باشا، منورنا. عبده لا دقق ولا تركز كتير. يا عم انا ولا هدقق ولا هركز يا عبده، لان انا خلاص فقدت لمرحله اللامبالاه وفقدان الشغف، واللي هو يعني اللي عايز يجي يجي، مش عايز يجي شتيمه، فاهم؟ دي جت الشغلانه دي، ما جاتش خلاص مع السلامه، فاهم؟ فما ما يخصنيش. كلامك جميل، تسلم يا حسين، شكرا ليك يا باشا، فاهم؟ انا زي ما بقول لك كده، هو جدتي كانت بتقول لي مثلا، يعني مش عارف اقول لكم هي كانت بتقول لي الرزق دايما تحت منك. فانت مجرد ان انت تقوم الرزق هيجري وراك، طول ما انت قاعد ما فيش حاجه، انت قاعد على الرزق. فاحنا بنسعى وبنتحرك شمال ويمين، اللي هيجي ده رزقنا، اللي مش هيجي ما بنزعلش عليه، عشان ما نقعدش نقول بقى يا انا كنت عملت كذا وكان هيبقى كذا. لا لا، ما كنتش هتعمل، عشان تبقى فاهم. يعني واحد يقول لك يا لو ما كناش عملنا مش عارف ايه كان زمان بقينا في حته احسن من كده. يا حبيبي هو كلها اقدار ماشيه خطوه بخطوه بخطوه عشان نوصل للي احنا فيه، ونوصل لانيل منه بعد كده. وبعد كده يوم القيامه يقوم بقى ونخلص بقى 50 60 سنه اللي تعبين العالم دول. يا عبد سيبك منه واللي سندك كفو منه، اللي ما يدعمكش بالحياه وينولك الخير بالنقص منه. ما هو ده اللي انا بعمله، هو ده اللي انا بعمله. انت عايز تيجي اهلا وسهلا، مش عايز تيجي برضه اهلا وسهلا. ما مش هعلقلك حبل المشنقه. يعني انا دايما بقول في اللايفات بتاعتي يا جماعه، انا متشكر لاي حد ضيع وقته معايا او استقطع من وقته معايا. لو انت معدي على اللايف فتحته بالغلط ممكن تعملي لايك وتمشي، ما تنزلش اكنك اتكهربت. اتفرجوا على فيديوهاتي شغلي، قولوا لي رايكم، انفع ممثل ولا لا، ايه اكتر مشهد عجبكم، ايه اكتر اعلان عجبكم. ده لو انت عندك وقت، ما عندكش وقت خلاص. زي كده ما بقول ما تقارنونيش يا جماعه بناس تانية مش ممثلين. يعني ما تقارنيش مثلا ايه مهندس بدكتور، ما تقارنش فنان بمهندس، ما تقارنش واحد بتاع خضار بتاع فاكهه، هكذا. اللي ينتقدك ويقارنك في نفس المجال بتاعك، فاهم؟ قاعد يقول لك انت عملت ايه للمجتمع، انت عملت ايه. يا عم انا ما طلبتش منك ان انا مش عايز اعمل للمجتمع حاجه اصلا، فاهم؟ ما طلبتش منك انت تقعد تتفرج عليا في وقت شغلك. انا راجل ممثل بعمل حاجه ترفيهيه. لما تكون قاعد فاضي وعايز تتفرج على حاجه، بتتفرج على مسلسل، بتتفرج على فيلم، انما مش بتسيب شغلك وتقعد. ده غلط، لو انت بتعمل كده تبقى اهبل.
انت فاهم انت ازاي؟ انا قاعد خارج مع اصحابي فبخش سينما، دخلت اتفرجت على فيلم، حلو، خرجت من الفيلم خلاص، اتسليت ساعتين، الموضوع انتهى. ده اكل عيش ناس كتير، مش ممثل بس، في ممثل واضاءه وديكور وعربيات ووجبات ومحلات شغاله علينا وشوارع وي 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 والكلام ده كله. فانت يعني مجرد ان انت بتخش فيلم او بتتفرج على مسلسل، فالناس دي كلها فاتحه بيوتها كده، ماشي. انت دكتور في مجال عملك بتخدم ناس كتير، انت بتخدم ناس كتير في مجال عملك. فانا عشان اقارنك لازم اقول ايه؟ دكتور فلان، لا دكتور فلان احسن منه. مش هقول فلان بقى بعيد عن المجال خالص، المهندس فلان اللي بنى عماره ده احسن من الدكتور ده، لا مش هينفع طبعا. انا اقارن مهندس بنى عماره بمهندس تاني احسن منه بنى عماره بنفس الشكل بنفس المواصفات باقل تكلفه. انما اللي انا بشوف بقى على السوشيال ميديا بقى، تلاقي واحد كده قاعد منجعس ويقول لك ايه؟ هو انت عملت ايه للبلد؟ يا عم انا بصرف على البلد. عملت ايه للبلد ايه؟ ما عملت، انا بعمل في مجالي وانت بتعمل في مجالك، وانت طب سواء الميكروباص عمل ايه للبلد؟ ما عملش حاجه، بس هو شغال بينقل الناس من مكان لمكان وبياخد اجره عليه. انا شغال بمثل علشان انت لما تيجي خارج انت وعيالك، او انت قاعد زهقان، او انت عايز تتفرج على حاجه، او بوحي لك بفكره معينه انت بتتفرج عليها. لما بتعيا وبيجي لك مغص، انت مش هتجي لي بقى، هتجي لي اعمل لك ايه؟ بتروح لدكتور يكشف عليك ويكتب لك الدواء. لما تاخد الدواء بتروح لصيدلي عشان يصرف الدواء، مش بتروح لبتاع الخضار عشان يصرف لك الدواء. لما بتيجي تشتري شقه بتروح لمهندس ومطور عقاري عشان يشتري لك مش عارف ايه، فالمطور العقاري بيعرض عليك شغل مهندسين فانت بتختار كده. فانت يعني لا اما الهبل في دماغكم انتوا يا جماعه اللي عمالين تتكلموا في حاجات ملهاش اي لازمه، فاهم؟ لا اما احنا بقى اللي غلط بقى كلنا ونقعد في البيوت عشان احنا ما بنفيدش البلد بحاجه يا جماعه، فلازم كلنا نقعد في البيت. يعني انا شايف ان حمو بيكا والناس اللي طلعت كلها امريكا، الناس عماله يا مصر والتعليم في واللي مش، يا عم هو ده واحد شغال في حته عجبت ناس، فالناس دي طلعته، خلاص احنا ملناش دعوه. بتقارن بقى حمو بيكا وعمر كمال والناس دي كلها بتقارنهم بدكاتره ومهندسين وعلماء ومش عارف ايه، يا عم دول في حته ودول في حته تاني، فاهم؟ كون ان العلماء والكلام ده كله البلد دفناهم ما بتطلعهمش، او الناس ما بتطلعهمش، طب ده عيب على الناس بقى. انتوا اللي متجهين الاتجاه ده، الاتجاه ده. لما تبقى سوزي الاردنيه مثلا بتطلع تقول لك انا عندي 6 مليون فولورز، انا رحت الامارات مش عارف عملت ايه، واقعد اتفرج على فيديوهات غريبه، فاهم؟ ما هو ده مش هي اللي عملت كده، هي كانت قاعده في بيتهم في عزبه الصفيح مستقنيصه ومروقه، فاهم؟ وجيت شويه ناس قاموا واخدينها راميينها في حته ثانيه، هي مالها؟ انتوا نازلين فيها تك 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 ليه؟ انت فاهم انت ازاي؟ برضه نفس الكلام حمو بيكا، ايه ده راح امريكا، ده راح يا عم ما يروح، هو انت دافع له حاجه من جيبك؟ هو الراجل جه قال لك انا هضغط على كل الناس دي وهسرقهم ورا عمل، فاهم؟ عندنا جراحين دكاتره بص اساتذه في الكبد والقلب والكلام ده، محدش يعرف عنهم حاجه. هل بسبب ان هم ما حدش يعرف عنهم حاجه ان هم وحشين؟ لا، انتوا اللي رايحين الناحيه الثانيه، انتوا اللي عمالين تزقوا في الناس الثانيه، فاهم؟ تعالوا زقوا في الناس دي شويه. لا، طب العيب من عندنا؟ العيب من عندكم انتوا، العيب من عند الناس دي، العيب من عندكم انتوا. كده تمام يا جون؟ صباح الفل، صباح الفل. اللايف عندك بيقطع، ما انا عمال اقلب من شبكه لشبكه، يعني من الواي فاي لفودافون لاتصالات، يعني مش هجيب شبكات منين انا تاني؟ يا جماعه انا مصري، اعذروني، وعايش في مصر، اعذروني اكتر. صباح الفل يا جو، صباح الورد. هيك ظبط، يبقى الواي فاي رجع. انا غلطان في الكلام اللي انا قلته على مدار الساعه اللي فاتت دي؟ مش غلطان، واللي هيقول لي غلط هقول له انا مش غلطان. انا بطلب رايكم تحصيل حاصل. بس رجع يعلق، خلاص يبقى من عندك انت بقى. انا بص شغال زي الفل. اقفل يعني؟ اقفل وارجع تاني ولا ايه؟ وبعدين انتوا وقفتوا عن التكبيس ليه يا جماعه؟ والقلب دوت ايه؟ خلاص سرحتوا معايا في الكلام، ادي اخرة اللي اتكلم معاكم، مستقبله يضيع. طب اعمل ايه طيب؟ ثواني كده اشوف النت قطع ولا لا.
يا عم النت شغال جوه، الدنيا زي الفل. ما هو كده الواي فاي والباقه شغالين الاتنين بقى. فاحنا معلش كتر الكباري اللي احنا بنعملها حاجب الشبكه، معلش. فلا اما يعلوا الشبكات شويه، لا اما يشيلوا الكباري دي بقى عشان النت يوصل مظبوط. متشكر لكم جدا والله على كل الوقت اللي انتوا قعدتوا معايا دون، وكل الكلام اللي احنا قلناه دون. نبعت بقى للناس، نلعب جوله كده ونشوف الدنيا فيها ايه. هم جمعهم لوحدهم، النت بيقطع، فعلى بال ما يجوا هياخدوا وقت. يعني حد بعت وانا قبلت، يلا مع السلامه. انا برضو قفلت امبارح بسبب ان النت زي الزفت. خالد امتى عيد ميلادك؟ يعني اي يوم. ما لسه قايل في اول لايف، قلت 19/11. ما بحتفلش بيه عشان الرئيس السيسي 19/11، فبسيبه يحتفل بيه هو بقى خلاص. عشان لو احتفلت بيه طبعا ممكن يتضايق ولا حاجه، يلغي اليوم ده. فالحمد لله. بوظ عليا اليوم. يلا بسم الله. النت بيعلق لسه؟ هو بقى معلق عندنا دلوقتي. معلق عندكم؟ طب ممكن النت يظبط لما تكبسوا شويه. كبسوا يا جدعان لو سمحت، كبسوا يا جدعان، كبسوا عشان النت يظبط. طب شيروا، طب اعملوا اي حاجه، طب ابعتوا لي كومنتات ومشينات، اي حاجه. إيه بدري ده؟ ايه القمر ده؟ حبيبي تسلم من ذوقك والله. النت بيحاربني، النت بيحارب الدنيا كلها. صباح الورد، صباح الفل. متشكر ليكم جدا والله، تسلم ذوقكم، رافعين معنوياتي ومدمرين مستقبلي. كده تمام. تكبيس فوق، بص ما اتحركش، عشان كده النت قطع. انا قعدت ساعه اتكلم، الدنيا كانت شغاله فوق لحد تاتا لما وصلت 4000 وشويه اهو. تكبيس يا جماعه لو سمحت، لو سمحت. انت قاعد في كافيه؟ لا قاعد في البيت في البلكونه، لسه شارب كافيه. يعني شربت كافيه وبعد كده قلت اطلع اقعد معاك شويه. ساعة الدنيا بقى المدارس خلصت، الموظفين مشوا، فضلتش غير العواطلية اللي زي اللي قاعدين في البيت، فقاعد بقى في الفرندا. هي وحشتني قوي الفرندا دي. تروح عند جدتي تلاقي الفرندا دي يعني مثلا ايه 16 متر ولا حاجه، قعدت فيها ترابيزات وكراسي وكنب ومش عارف. تيجي انت قاعد في شقه تلاقي البلكونه 3 متر في مترين، متر في مترين، مش عارف ايه. يا دوب تحط كرسي قدام بعض وترابيزه في النص وخلاص. الاول كنت تقعد تمد رجلك والعيال بتلعب قدامك والعيله ومش عارف ايه والكلام ده كله. معرفش يقول لك مطورين عقاريين عاملين لك صناديق، يقول لك مطورين عقاريين. عقار انتوا شفتوا المباني زمان كانت عامله ازاي؟ عايزين نطلع نعيش في الفضاء. انا عندي 4 مجرات. صح يا جو؟ عندي 4 مجرات الحمد لله، مش محتاج الكره الارضيه في حاجه. ايه ده؟ شعرايه بيضه، شعرايه بيضه. عجزت. شعرايه بعد. يا والله، والله حقيقه صح. انا كل اللي بقوله حقائق، حقائق ملموسه. يا ريم. ايه ده؟ مش يعني دي معناها حسن ولا معناها سيء؟ مش فاهم. يعني الاول ضحكه وبعد كده الضحكه. صباح الخير، صباح الفل. فانا معلش يا جماعه، شويه الكلام اللي انا كلمتهم في الاول دول انا بعبر بيهم عن نفسي ورأيي وشخصيتي وكينونتي، فما حدش يزعل منهم وما حدش ياخد الكلام على نفسه، لان انا بتكلم عن صحابي، الناس اللي انا اعرفها، الناس اللي بقى لها معايا 7 سنين، فاهم؟ من الشعره
ما هي بقى فجأة كده طلعت لي شعرة بيضة، مش عارف فين الشعرة البيضة دي. اصبغ بقى، لازم اصبغ خلاص. اصبغ بقى واعمل فيلر وبوتكس وارجع بقى شباب زي الاول بقى، واعمل كده ابقى ياباني، وانزل خدودي شويه واعمل نحت للفك شغل عالي بقى، شغل عالي بقى. صح، لازم اشيلها واصبغها. انا كنت حاسس بكده ان الشعرايه البيضاء اللي طالعه لي دي هي اللي هتقصقش ده. يلا خليها بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رازان، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ رازان انت لابسه خوذه مهندسه؟ بس احنا كنا لسه بنتكلم عن مهندسين دلوقتي. يا عبدو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي تسلم. ريم، لان واضح الشعره بين الشعر الاسود. ما هي الشعره دي مضايقاني قوي. تقريبا في واحده تانية في دقني اهي، بس يعني قولي دقني مش باينه قوي الابيض فيها. هي الشعريه اللي نطت مره واحده دي. طب تنصحيني بنوع صبغه ايه يا ريما؟ معلش عشان خاطر انا اول مره اصبغ يعني. نو. امال ايه اللي على دماغك ده؟ كاب. اصل كاب الصوره قد كده، وانا راجل خمسيني، فيعني الحمد لله يعني اعذروني يا جدعان. عظمه كبرت والله. يا هاني صباح الخير. صباح الفل يا باشا. البدل اللي شدتها مش هتطلع تاني. ما الحمد لله بقى، ما طلعتش اصلا، جريت مني. رزان، حقوق حقوق يا رزان. وبعدين مش خوذه، ده كام؟ صح؟ انت في كليه حقوق او محاميه؟ انا يا رزان عندي قضيه، واخد سنه حبس، واخد سنه ايقاف في اشاره مرور، و وبتعرض لاضطهاد من دولة المرور في مصر، وأرجو إن حد يساعدني. يا رزان والله قربت على 50 والله. ربنا يديك طول العمر يا رب ويسعدك. بس الستات دايما بتقول العمر مش رقم، احنا عندنا العمر رقم عادي، وبنقوله وبنزعل منه عادي يعني. تستحق. احترم القانون. احترم القانون لو انا لوحدي اللي ماشي، انما لما تكون المنطقه كلها ماشيه في الحته دي عكس، يبقى المفروض ان هي خلاص بقت عكس، لان هو مش عكس. احنا عاملين منزل من على الرصيف، بننزل من على الرصيف قدام اليوتر، فاهم؟ بس يعني اصلا لو انا صورت الصبح كده نص ساعه الصبح، يبقى في 100 واحد هيتمسكوا، اقل سكان المنطقه في الحته دي هيتمسك، المنطقه كلها هتتمسك. وبعدين مش خوذه. ماشي، هنا تصبغ انت كده احسن. لا انا مش هصبغ طبعا، انا بتريق اصلا. انا وريم بنتريق على الشعرايه البيضاء اللي هي الواحده اللي ضربت في الشعر الابيض ده، فانا خدت بالي منها بس. ربنا يديك طول العمر يا رزان، تستحق احترام القانون. تعملي زي المقدم بتاع المرور اصلا قاعد يديني محاضره ان ما ينفعش ان انت تعمل كده، عشان وهو ابنه اصلا مفيم وطامس لوحاته ماشي عكس الاتجاه. يعني مرات رئيس المباحث اصلا في المنطقه مفيمه وماشي عكس الاتجاه ومن غير لوح. فيعني احترم القانون، يحترمهم اللي حط القانون يحترمه. وبعدين دي اشاره مرور، يعني ممكن توقفني تدفعني غرامه فوريه امشي، انما تعمل لي قضيه واجيب محامي واستئناف ونقد ده انتوا فاضيين بقى، بتضيعوا العمر في الطوابير بحاجه يعني بشكل يعني. بدري ما شاء الله ما باين 44، لا اكبر من كده شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا قلوب كتير. هاني، لا تسبق انت كده اجمل عمري ما اسبق طبعا، يعني من شبه شهبته في الاسلام يا ابني خلاص. ايه يا عبدو؟ عليكم السلام. صباح الفل. بنجيب جاتوه اسود نحتفل بالعيد ميلاد. كمان يا رزان بتجيبوا جاتوه؟ مش مهم اللون، المهم ان انتوا بتجيبوا جاتوه. انتوا اغنياء على كده، بتجيبوا جاتوه اللي هو بتاع المربعات بتاع زمان ده اللي كنا بنجيبه. زمان الواحد ما شافش الحاجات دي. رايق. مش عارف ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. انا الحمد لله والله يا رايق. انا اروق منك. رزان صباح النور. صباح الفل. رزان وبياخد رشاوي وعايش. بياخد رشاوي؟ اللايف متراقب ده بياخد رشاوي. والله لو صورت الناس اللي بتاخد رشاوي في المرور هيطلع لك واحد من الناس يقول لك ايه انت ازاي تصور حاجه زي كده؟ انت مش عارف ايه كده. لازم يطلع لك واحد عامل فيها نفسه فلوطه، انما هم كلهم محدش يتجوز منهم، ده فلوسهم حرام. يا رزان انا انا ما فيش خطوه، انا ما فيش سؤال بساله وما طالع 100 جنيه. لو بتاع البوفيه معدي اقول له مثلا فين مكتب رئيس النيابه وما طالع 100 جنيه هحطها له ايه جاي في ايه، ويقعد يشرح لي والقصه وكده. دفعت كميه ميات
وميتينات مش عايز اقول لك. منونه ايه ده في ايه؟ ايه ده في ايه ده؟ ايه ده رمضان في ايه في ايه؟ انت لسه جايه في اخر اللايف، احنا فاتحين بقالنا كتير. اللي هو ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده لسه صاحي من النوم؟ ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ صاحيه مذهوله. البدر احنا عندنا اداره في البلد تجيب الشلل تحس اغبياء. هم اغبياء وبيتعاملوا بنص القانون اللي بيتطبق على كل الناس، ما بيتعاملوش بروح القانون، فاهم؟ وتاني حاجه انت ممكن تكلمه وكلامك يقنعه، فتلاقيهم رافض دماغه كده يقول لك لا 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 انا هنفذ القانون مش هقتنع. طب اعمل اللي انت عايزه، اخرك ايه؟ شويه فلوس هتترمي لك وخلاص، وهيسقفوا لك ولا هيسقفوا؟ هتخرج واخد دعوات الناس كلها، لما تخرج معاش هتبص تلاقي جالك شلل وسرطان وهتتقطع عشان انا احمر على باطي. يلا انا عايز اجيب رقم محضر، عايزين مني بتاع 300 جنيه عشان رقم، قلت لهم مش هتدفع ومش هتجيك ومش هتطلعيه. لو انت رحت القسم، عشان انا وقعت في الموقف ده كذا مره، لو انت رحت القسم واتعمل محضر ما خدتش الرقم وانت واقفه مش هتاخديه تاني، هيخش الدرج ويطلع على النيابه ويتحفظ ومش عارف ايه، فانت هتلف لفه من لابسه نيله، فاهمه؟ هو بس عمالين يقول لك التطور التكنولوجي ومصر بتتقدم ومش مصر بتتقدم، وفي الاخر تقعد قدام الموظف تلاقيه عامل كده. اسمك ايه؟ خالد؟ يقعد 3 ايام على بال ما يكتب اسمك ويطلع بياناتك. فيعني الحمد لله احنا ماشيين ومش معترضين والله. مصر ام الدنيا والامن والامان والنعم. انا مبسوط وانتم مبسوطين والجو حلو والدنيا ربيع والشمس بديعه وبتاع الروابيك هيجي يقرفنا دلوقتي والدنيا، وقفل لي على كل المواضيع لو سمحت. طب تكبيس بقى، عشان انا كل ما بتكلم معاكم بتسرحوا وتنسوا التكبيس. ده تكبيس وده قلب في الفريق بتاعي وبس. يعني كل حاجه ماشيه بالفلوس، كله بالفلوس يا حبيبي. هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته. مش هتدفع انا ما عنديش حاجه ببلاش. لازم تحط الكلمتين دول في دماغك. من هنا لهنا ب10 جنيه، من هنا لهنا كارت ب50، من هنا لهنا بكارت ب100. صح. يا رزان كانت للغلابه وصارت للاغنياء، وما بقاش في اغنياء كتير يعني، هم شويه. يا منونه ماشي. يا منونه شكرا على الفولو. شكلك متعصب. لا عادي، انا ممثل فدي رياكشناتي يعني، عادي طالما جوه ما فيش فيلينج انا تمام. انا ممكن عادي يعني مش هتفرق معايا اصلا ان انا اعمل كده، فاهم؟ يلا البدري بص ما تدفعش حاجه. انا مش هدفع اكتر من الغرامه بس. انا خدت رخصه العربيه وهبيع العربيه، مش هنزل الشارع تاني، وخلي لهم بقى الرخصه يجيبوا يشربوا ميه، مش عايزها. انا كده كده اصلا هنزل من هعمل ايه؟ هحط بنزين وهدفع كارتات وهاخد مخالفات رادارات وانا رايح وانا جاي. انا مره العربيه قالت لي تبيع، على بطلت مني على ما اطلع الوصله اللي هي في المريوطيه، لان انا كنت طالع المعادي، فالعربيه وقفت على الوصله قامت مبطله. فالطبيعي ان انا اعمل ايه؟ عربيه بطلت مني اعمل ايه؟ فكيت الحزام ونزلت افتح الموتور اشوف فيه ايه. بفك الحزام مخالفه. طب يا حيوان انت اللي قاعد على الجهاز فوق، انت يا حيوان مش شايف ان انا فكيت الحزام وفتحت الباب عشان انزل؟ يعني اكيد مش هنزل بالحزام. جات لي مخالفه 100 جنيه. يا صبح على مصر ب 100 جنيه. تاني دخلت على جروب مش عارف ايه بتاع العربيات ده، لقى واحد 2 بيزقوا العربيه، الرادار واخده مخالفه ان هو فكك الحزام. طب ما هو طبيعي كان بيزق العربيه ونزل وطلع وبيدور وناس بتزقه، باين قوي في الصوره يا اللي قاعد على الجهاز ان هو في 2 بيزقوا العربيه. الراجل يعمل ايه؟ لازم يزقه بالحزام. يعني بقول لك اللي حط القانون حط نص القانون، واللي بيطبق القانون المفروض يكون فاهم لا انا ماشي على القانون حتى لو فهم. هو كده انت ممثل. الحمد لله تمام بيقولوا يعني. يا رزان اهلا بيكي. انا اعمالي كلها على صفحتي يا جماعه، ممكن تخشوا تتفرجوا عليها وتشوفوا هتقولوا لي رايكم ايه. وهكذا الحياه. يا منونه بتهيقلي بيبقى اوتوماتيكي. ايوه ما هو اوتوماتيكي، انت بتاخد المخالفه بتجيلك انت بقى لما بتروح بقى تقول وضع كذا كذا كذا، فاهم؟ المفروض هو يفهم. هو ما فهمش ولا خلاص هي نزلت. معلش اعمل ايه؟ كمبيوتر.
عامل زي المدير بتاعي، متخلف. كان عندي مدير متخلف والله. مره رحت مدير بعتني مشوار، يعني بعتني شغلانه كانت واقفه بقالها كذا سنه. فالمهم الشغلانه دي انا جبت منها ايه حوالي مليون ونص تقريبا. كانت مركونين ومنسيين وبايظين والكلام ده كله. فالمهم بهزر معاه كده بقول له انا محتاج شهر مكافاه بقى على الشغلانه دي. قال لي شهر؟ انا هديك شهرين مكافاه، اكتب لي مذكره. فانا ما صدقتش. المهم ايه، كتبت مذكره ومش عارف ايه ونظير للعمل الفلاني الفلاني محتاج كده مكافاه شهرين وبتاع. ما خدها رئيس، وداها رئيس مجلس الاداره. قال له شهرين ايه يا عبيط ده ولا ايه؟ ليه يا اخي؟ فاهم ليه بقى؟ انا لو قلت شهر وهو كتب المذكره وداها رئيس المجلس هيقول له اه تمام شهر خلوه يستحق وبتاع والكلام ده كله. هو لما قال لي اعمل شهرين وهو عارف ان هي هتترفض من هناك، بس هو يطلع قدامي كويس اللي هو بص انا والله انا كنت عايز اديك شهرين مش شهر، بس رئيس مجلس الاداره هو اللي مرضيش. فاهم؟ انت عارف انت الكهن ده اهو ده بقى بتاع المديرين بقى. يا رزان منورنا اخ خالد، تسلمي لي والله واهلا بيكي. يا عبدو ويلكم باك يا باشا. بس فهي نفس القصه برضه. انا باخد جنيه على كل غرامه 100 جنيه، فانا لازم انفخ الناس كلها 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه عشان في الاخر اليوم يطلع لي 100 جنيه. يبقى انا فشخت 1000 واحد مثلا عشان خاطر يطلع لي في الاخر 100 جنيه. يا عم كنت خد 100 جنيه وروح وخلاص. اتبدري الدنيا لسه بخير؟ لا ما اعتقدش، مفيش خير خلاص. خير انتهى يا حبيبي. شر القرون قرني. ليه هينتهي؟ ليه هينتهي؟ هينتهي ليه؟ اللايف هينتهي ليه؟ اه ليه؟ طب قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ايه ده؟ في ايه؟